ناس كتيرة فاكرة إن دهب اتعرفت في العصر الحديث بعد ما مصر استردتها من إسرائيل في أعقاب حرب أكتوبر وبقت مدينة سياحية، بس الحقيقة بقى إن دهب كانت موجودة قبل الوقت ده بشوية حلوين، من القرن الثاني قبل الميلاد. إيه ده؟ هي دهب كانت موجودة في الوقت ده؟ أيوه، وكانت مشهورة جدا كمان. موقعها على خليج العقبة خلاها ميناء بحري مهم كان بيستخدمه الأنباط للتحكم في حركة التجارة بين الشرق والغرب، ودي صور لبقايا ميناء دهب البحري لسه موجود منها أجزاء لحد دلوقتي. الأنباط كانوا بيستخدموا ميناء دهب كمكان لتخزين البضائع بتاعتهم اللي بيجيبوها من آسيا، وينقلوا البضائع دي بعد كده عبر أودية سيناء لبحر القلزم اللي هو ميناء السويس دلوقتي، وبعد كده تطلع البضائع بالبر على نهر النيل ومنه على اسكندرية ومنها على أوروبا. بعد انتهاء فترة حكم الأنباط اتحولت ميناء دهب لقرية صغيرة بيعيش فيها الصيادين، وكانت من ضمن المناطق اللي احتلتها إسرائيل ورجعت مصر استردتها منها تاني بعد حرب أكتوبر. وفي التسعينات بدأت الحكومة المصرية تهتم بدهب وتحطها كمدينة سياحية. طب ليه دهب اتسمت دهب؟ السبب في ده اللون الذهبي اللي بتتميز بيه رملة الشواطئ بتاعتها.